البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، باخد معك وأديك. خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، باخد معك وأديك. خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، باخد معك وأديك. خلي البساط أحمدي، البساط البساط أحمدي، البساط البساط أحمدي، البساط البساط أحمدي، البساط البساط أحمدي. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم البساط أحمدي. سنتناول في هذه الحلقة موضوع ما عاد أقول لكم شو على الفاصل. أعزائي المشاهدين، موضوع هذه الحلقة هو المؤجر والمستأجر والعلاقة العجيبة والغريبة الذي تجمعهم. أي كل ما زاد دخل المستأجر زاد سقف المؤجر. تابعوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الأخبار؟ حياك الله. أنا سمعت إن في عندكم شقق للإيجار. أيوة عندنا شقق. أنا اشتي استأجر شقة. أنت تستأجر أنت؟ أيوة شو استأجر؟ وعد أعبي الاستمارات؟ أعبي لك الذي تشتي. حاضر. حاضر. تفضل. هذه الاستمارة تعبيها في مقر عملك وتحدد فيها كم راتبك وكم مكافأتك وكم علاوتك. أيوة. وتعمدها عند رئيس المؤسسة وفي الخدمة المدنية. تفضل. وهذه الاستمارة تعبيها في الأحوال المدنية وخليهم يحددوا فيها كم عدد الزوجات وكم عدد الأولاد وتواريخ ميلادهم. تفضل. وهذه ورقة تعهد بعدم الإنجاب إلا بعد 7 سنوات من دخولك الشقة. تفضل. وهذا تعهد بمنع الزيارات الخاصة سواء للأهل والأصدقاء والأقرباء وتبصم بالعشر. وإذا كان عندك أصبع خليقة مثلا فلا مانع أن تبصم بالأهداء. تفضل. وهذه ورقة التزام إنك بعد ما تخرج من الشقة ترجعها أفضل وأجمل وأنظف من ما استلمتها. بس أيوة باقي معانا بس تديني شهادة حسن السيرة والسلوك من المؤجر الأول وسبب خروجك من الشقة، وتدي لي ملف متكامل فيه جميع مؤهلاتك، وترفق بالملف 7 صور ملونة على خلفية بيضاء فقط ولا اشتي منك شيء. بس يا أخي صلي على رسول الله، هذا قدي وظيفة والوظيفة تفعلها هكذا. والله أنت أخبر أعجبك ماشي يرجع بيت أبوك، وأتمنى أن تكون بيت أبوك معمر بياجو والحمام فيها يدو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص أنا موافق. وين نسيت نرقد في الشارع ولا إيش؟ وبعد ما جهز الطلبة كلها شوفوا ايش بيحصل. لا اله الا الله يا حاج، كلها النصيب كان بيتلقى بعض شقة هذه لما بيتلقى حب نصيب الولد هذا. هي انا قلت حاجة بالحكاية وانت رتب بعديها. حاضر. قل اجرتك شقتي البكر المصوب الواقعة في الدور الخامس شقة رقم 7 وعلى الشروط المتفق عليها والإيجار المتفق عليه وبمقدم 6 أشهر. أيوة، وبمقدم 6 أشهر. والمؤخر المتفق عليه. وانت ابني
قل وأنا قبلت. وأنا قبلت. يا مساك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا ناس كم عيجي جهد المستأجر هذا، ما أدري من فين يلقاها، من كثرة المصاريف ولا من غلاء الأسعار ولا من طلبات البيت ولا من مصاريف المدرسة حق الأولاد. وعاد يجي المؤجر يغلق الفورة ويطلع للروحه، يشتري حق الماء ويشتري حق الكهرباء ويشتري حق الرج ويشتري حق نظافة الدرج ويشتري حق الحارس، بالرغم انه ما فيش حارس. بالله عليكم هذا الحين ما هو الحل؟ يطلع الصحراء. حتى الصحراء ما عادش حقنا. ما علينا. انتم عارفين يا اخواني ان في مؤجري امانا فيهم حلاء وفيهم اخلاق وفيهم طيبه، خلوها على الله، لدرجه انه ما قدرش يوم واحد ما يزورش المستاجر حقه ويطمن عليه. امانه تقولوا اب اب. ما يجي في الوقت المتأخر هذا من؟ والله هرنا. إنه وين أنت يا؟ أنا ما قد بهذا الساعة، ما قد به. ما قد جيت أفقد بيتي ولا عاد معني. إنه ما رأيك أقيم المرء والجهة أصير أخرجهم خارج عزب جيت تفقد البيت هم معهم. قال لك عليهم في مكان معنا كلهم المرء والجهة. ها من أين جاء هذا الشر؟ أنت عارف إني من أول ما استأجرت البيت هذا والشرخ هذا موجود. ماشي، كان من هنا لا هذا ما كانش موجود. وتوسع مع الوقت مع الوقت. والله ما بدا من الاستخدام السيء لشقة. مع الوقت حتى بين نفس الرنج باهت ومظلم، ما عبش هذيك الزقعة. أنا بينه قد حضبه معه صلي على رسول الله. عزيز الرنج ما رأيت الرنج، عطا غير دخلت قبل شهر. نفهم ساكن في البيت، فالمفروض ترنج وتنظف وتغسل، فأنا راكن على هاي. خيرة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى طعمه مع الفريق، لكن يلا ما نفعل، قد بدتنا خير. تصدقوا ان اكثر المؤجرين ما يرضوش يعملوا عقود مع المستاجرين، تعرفوا ليش؟ عشان المؤجر يتحكم بالمستأجر كيف ما يشتي. سامع صاحبنا؟ صح. وايش عاد باقي؟ عشان يرفع الإيجاء براحته، أي حد ما يشتي وما حد يقول له ليش. برافو عليك. وايش؟ عشان يخرج المستأجر في أي وقت ما حد يقول له ليش. خلاص يا اخي كفايه، قطعت قلبي. وعاد المفاجأة لما يجي واحد شباب عادوا فارح بروحه يشتي يتزوج ويستقر ويكمل نصف دينه، يتفاجأ ان المؤجر يشتي منه ايجار سنة والطيب منهم ايجار 6 اشهر. هنا تكون الصدمة لهذا الشخص ويقرر مواصلة العزوبية مدى الحياة. وعاد باقي بعض المؤجرين فيهم شعابة، خلوها على الله. تابعوا معي. الأخوة المستأجرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم في هذا اليوم التاريخي الذي يعد جسرا
من جسور التواصل بيني وبينكم، وأود إبلاغكم أنه قد صدرت قرارات جديدة يتم تنفيذها من اليوم، علما أن هذه القرارات صدرت لمصلحتكم أنتم ولخدمتكم أنتم. القرار رقم 1 لعام 2013 يمنع دخول الأطفال تحت السنة 15 لأي سبب من الأسباب. القرار رقم 2 يمنع الإنجاب حتى إشعار آخر، يمنع إدخال الشموع حتى في حالة انطفاء الكهرباء، يمنع الزيارة بعد الساعة 8 مساء حتى إذا كان الزوار ضيوفا من محافظة أخرى، يمنع. نعبش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الاجتماع. يا ناس، الاستغلال حرام. بالله عليكم ايش عاد باقي؟ ما دام المؤجر يشتي يغير له كل صغيره وكبيره في البيت، انا من رايي يعمل ورقه تمليك للمستاجر يحسب الايجار على انها اقساط من قيمه الشقه. ونعم وانا اقول من بتدخل يوميا. بيدخل من الطاقة من باطلك كل يوم عندي رفع الإيجار. يا اخواني، انا اشتي المؤجرين يتقوا الله في المستاجرين حقهم، على الاقل هم عندهم عمارة يعيشوا منها. اما المستاجر هذا ما معه غير راتبه الذي ما يكفيش حتى اسبوع. والله انه حرام، كل شهر والايجار فيه زياده، مطلع. والمشكله ان الراتب جالس مكانه ولا بيتحرك. انا اتمنى من كل مؤجر ان يتقي الله في المستاجرين حقه، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف شرفت هذا؟ مع جنة دجاجة. مرة يجمعوا هكذا مطمم وباهت، ما حبش هذيك السكين. دخل المسجل حق صاحب بتاعك. لحظة الأصل. يا ناس، خرج ما تتحرك. قل أجرتك. قل سجل يا سلام. الواقعة لا إله إلا الله. مقادير لا إله إلا الله. قل زوجتك. والمتأخر المتفقون عليه. وبمقدم والله يا خليهم يدخلوا بالجو. خلي البساط احمدي، خلي البساط احمدي، باخد معك واديك. خلي البساط احمدي، خلي البساط احمدي، خلي البساط احمدي، باخد معك واديك. خلي البساط احمدي، خلي البساط احمدي.
البساط البساط أحمدي البساط البساط أحمدي